صباح الخير أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. إيه اللي خلاني أنا عملت الفيديو ده؟ عشان خاطر في فترة من الفترات أنا حصل لي كده حاجة في صدري كده زي السكاكين، وبعد كده توجهت فورا إلى المستشفى. وقبل الوصول للمستشفى كانت الحالة فكت، ولما رحت المستشفى كان ضغط الدم مرتفع، وتقريبا ده كان موضوع لما عرفته كان موضوع كوليسترول في الدم. فهنتكلم النهاردة عن الكوليسترول. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى تراكم الدهون في الأوعية الدموية أو الشرايين، ومن ثم انسدادها أو تضييقها بشكل يزيد من خطر حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. في السطور التالية نوضح بعض الإشارات التحذيرية التي يطلقها الجسم وتنذر بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وفقا لموقع جي هم ريست. 1. ألم وانزعاج في الصدر. قد يشير الألم المفاجئ وعدم الراحة في صدرك مباشرة إلى عجز قلبك عن العمل بشكل صحيح، إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أيضا علامة على عدم حصول قلبك على كمية كافية من الدم الغنية بالأكسجين، فيما يعرف باسم الذبحة الصدرية، والتي هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي CAD، والذي يحدث بسبب تراكم لويحات الكوليسترول في الشرايين التاجية. 2. ضيق التنفس. يعد ضيق التنفس مؤشرا تحذيريا آخر قد يرسله جسمك عند ارتفاع مستويات الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL. وعندما يؤدي الكوليسترول المادة الدهنية الشمعية في الدم إلى تكوين لويحات داخل الشرايين، فإنه يسبب تضييق شرايين القلب، مما يعيق تدفق الدم الطبيعي إلى القلب. الرواسب الدهنية على الجلد زانسوماس. الرواسب الدهنية بالقرب من منطقة العين أو في أي مكان على الجلد من العلامات التحذيرية الرئيسية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، إذ تتكون هذه الزوائد الصفراء أو البرتقالية من الكوليسترول، وتوجد عادة على الجفون والمرفقين والركبتين أو حول العينين. 4. ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط. فرط ضغط الدم. يعد ارتفاع ضغط الدم أحد الآثار الجانبية الشائعة لارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، فمع تراكم لويحات الكوليسترول في الشرايين تعيق تدفق الدم، ما يجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم عبر الشرايين الضيقة، ويؤدي هذا الجهد المتزايد إلى ارتفاع ضغط الدم. 5. الشعور بالتعب والإرهاق طوال اليوم. الشعور بالتعب أو الإرهاق غير المعتاد حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم قد يكون علامة على أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول. فعندما تصاب الشرايين بالكوليسترول يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، مما قد يؤدي إلى شعور عام بالتعب وانخفاض الطاقة. طبعا طلبت منه ان هو يصمم لي الصور دي، فهو صمم الصور بالطريقة دي. فانا سألته عدة اسئلة متشعبة من هذا الموضوع، فطبعا اتكلمنا في الذبحة الصدرية وتصلب الشرايين وفي الجلطات. أنا قلت له يعني عايز شرح وافي. قال لي سأقدم لك شرحا وافيا حول تأثيرات الرسومات المتحركة لتدفق الدم في الأوعية الدموية.
تدفق الدم في الأوعية الدموية يمكن تمثيله برسومات متحركة توضح حركة الدم عبر الشرايين والأوردة. هذه الرسومات يمكن أن تساعد في توضيح كيفية تدفق الدم في الجسم، إظهار تأثير الأمراض على الأوعية الدموية، تعزيز الفهم للعمليات البيولوجية. فأنا قلت له لا، أنا مش عايز كده، أنا عايزك تشرح لي عن موضوع الذبحة الصدرية والكوليسترول وارتفاع الكوليسترول في الدم. فقال لي ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. هناك عدة إشارات تحذيرية قد يطلقها الجسم لتنذر بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهي ألم في الصدر، قد يشير الألم المفاجئ وعدم الراحة في الصدر إلى عجز القلب عن العمل بشكل صحيح، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. ممكن تحس بضيق بالتنفس، يعد ضيق التنفس مؤشرا تحذيريا آخر قد يرسله جسمك عند ارتفاع مستويات الكوليسترول، البروتين الدهني منخفض الكثافة. الرواسب الدهنية على الجلد، الرواسب الدهنية بالقرب من منطقة العين أو في أي مكان على الجلد من العلامات التحذيرية الرئيسية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. ارتفاع ضغط الدم، يعد ارتفاع ضغط الدم أحد الآثار الجانبية الشائعة لارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. الشعور بالتعب والإرهاق، الشعور بالتعب والإرهاق غير المعتاد حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم قد يكون علامة على أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول. للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ينصح تناول طعام صحي. الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية لها تقريبا نفس الفاعلية التي لأدوية الستاتين في خفض مستويات الكوليسترول. النشاط البدني يساعد الجسم في رفع مستوى الكوليسترول الجيد وخفض مستوى الكوليسترول الضار. تجنب التدخين، السجائر يؤذي جدران الأوعية الدموية فتصبح أكثر قابلية لتجمع الترسبات الدهنية في داخلها. الحفاظ على وزن صحي، الوزن الزائد يزيد من خطر ارتفاع مستوى الكوليسترول. تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول الجيد مثل الأسماك الصحية والخضروات والفواكه. فأنا سألته قلت له طيب، يعني لو أنا مثلا لو أنا امتنعت عن التدخين هل تسترد الشرايين قوتها ونظافتها؟ قال لي نعم، الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. عند الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحدث ما يلي: تحسين تدفق الدم، يمكن أن يتحسن تدفق الدم في الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. تقليل الالتهاب، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من الالتهاب في الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. تحسين وظيفة الشرايين، يمكن أن تتحسن وظيفة الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك فإن درجة التحسن في صحة الشرايين تعتمد على عدة عوامل بما في ذلك مدة التدخين. كلما طالت مدة التدخين زادت الأضرار التي لحقت بالشرايين. شدة التدخين، كلما زادت شدة التدخين زادت الأضرار التي لحقت بالشرايين. عوامل الخطر الأخرى، وجود عوامل خطر أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤثر على درجة التحسن في صحة الشرايين. في النهاية الإقلاع عن التدخين هو خطوة هامة نحو تحسين صحة الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض